تعلم أن شخصا ما قد يكون أفضل، قد يكون أذكى، قد تكون جيناته أحسن، ولكن ما لديك هو إرادة من حديد، رؤية، لديك هدف، إنه حلمك الذي تريد بكل جوارحك أن تصل إليه. أنا مش هطلب منك غير حاجة واحدة يا ابني، مش بقول لك هات مجموع عالي، بس هقول لك حاجة واحدة، اعمل كل اللي تقدر عليه، كل اللي تقدر عليه. ليه؟ عشان يوم النتيجة جت حلوة فربنا كرمك على تعبك، جت وحشة ربنا شايل لك تعبك، بس مع النتيجة الوحشة ربنا بينزل على بيتكم كده لطف. قال يا ابني الرزق يحب صاحبه يهين نفسه فيه، كذلك المذاكرة وكذلك طلب العلم يحب اللي يهين نفسه فيه. الدنيا بتشتي، انا هقعد تحت اللحاف، خليك تحت اللحاف، بس الاجر اخر السنة مش زي اللي نزل وساب اللحاف. على فكرة في اب بيطحن كل يوم من الفجر لو شغال في العشرة او المدن الصناعية عشان يشوفك حاجة. على فكرة في اب في غربة بعيد عن زوجته وولاده وعطف ابوه وامه علشان يشوف حاجة. على فكرة في ابن صغير، اخوك صغير، اختك صغيرة نفسها تفتخر بيك وتقول انا اخت البني ادم، اخت فلان الفلاني. على فكرة انت تقدر تعمل كل حاجة لو عايز تعمل حاجة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قاعد ما قدرش قيمة تعب ابوه في الفلوس اللي دفعها له في المجموعة، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد هيضيع حلم ابوه وامه فيه وهو عارف انه يقدر يعمل حاجة. انت ما تعبتش في الفلوس، انت جيت دفعت، في غيرك شريان بيها، في غيرك طافح الكوت عشان انت تبقى كده. بلاش تبقى حمار، حس بالناس اللي تعبانه عشانك، انت مش مطلوب منك اكتر من انك تركز وتذاكر. يا يحيى خذ الكتابه بقوه، فما تتعاملش مع الموضوع وما تبقى من ثانويه عامه بمياعه. ما تتعاملش معاه كده، انشف، بكلام بجد والله، انشف، خد الموضوع بقوه، تعامل مع الموضوع بقوه، خليك قوي. فانت لازم تتعب وتتعب بشرف، وانت بتتعب انت بتستمتع ان انت بتبذل وقت ومجهود عشان حلمك، بس انا قصدي بتستمتع بفكرة ان انا بعمل اللي عليا. اسعى الى الامام بثبات واهتمام، واعلم ان كل مجهود سيجني ثماره يوما.